اخواتي انا مش بتاعه شاورما، بس وقعت قدامي صفقه شاورما زي ما انتم شايفين كده اهوت. اسكت؟ لا طبعا ما اسكتش. النهارده هنعمل الشاورما في البيت في منتهى الجمال والنظافه والحلاوه. طالما الواحد بره بيتباع ب 100 و120 جنيه، ليه يعني؟ انا عايزه اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك، عملت 16 واحد حادق وسته حلوين وما كلفونيش كلهم 150 جنيه. شايفين يا جماعه الجمال؟ مع اجمل صوص كده بيتقدم بالسندوتشات السوري، وهي طبعا التوميه باقل الامكانيات هتطلعي اجمل واحلى توميه مع سندوتشات كده خطيره. ايه رايكم في الجمال؟ قبل ما نبدا يا حلوين ما تنسونيش في اللايك ودعوه حلوه كده اهوت والاشتراك في القناه، وبس كده ندخل على الوصفه. اول حاجه هنبدا بالتوميه الجميله دي. شايفين يا جماعه العظمه؟ لا بجد في منتهى الجمال والحلاوه، ومش قادره اقول لكم الطعم كان عامل ازاي. انا بهرتهم حرفيا كده، اكل مطاعم واكل فاخر من الاخر بمكونات على قد ايدينا كده. ايه رايكم في الجمال؟ يلا بقى نبدا على الفيديو ان شاء الله. انا متحمسه له جدا جدا، لان بصراحه من كتر ما عجبتكم الوصفه وكانت سهله وسريعه كده انا كنت فرحانه جدا جدا جدا. اول حاجه يا حبايب قلبي انا معايا صدر فرخه زي ما انتم شايفين، بس ما شاء الله كان حجمه ايه حلو شويه كده، ومعايا بصلتين ومعايا كام قرن من الفلفل، ويا سلام بقى لو عندك فلفل الوان. انا صراحه ما كانش متوفر عندي. زي ما انتم شايفين كل حاجه اقطعها جوانح كده اهو. طبعا الحشوه اختياري، عايزاها بطاطس بالكاتشب مفيش اي مشكله، عايزاها فراخ كده مفيش اي مشكله، شيكن ستريبس مفيش اي مشكله. انا عن نفسي عملت الثلاث حاجات. كان عندي كده كام حته بانيه عملتهم كام شيكن ستريبس كده، وحشيت كام واحد، وفي نفس الوقت عملت بطاطس بالكاتشب كده. وبجد السندوتشات كانت حلوه جدا ما شاء الله اللهم بارك. زي ما انتم شايفين الصدر بتاعي كان انا تلجته كده شويه عشان اعرف اقطعه القطع اللي انا عايزاها. تمام، انا هقطعها زي ما انتم شايفين كده اهوت في منتهى الجمال والسهوله. اخلص كل الحاجات اللي انا قطعتها كده اهوت، ونروح بقى على البوتاجاز كده ونشوف اجمل واحلى. يعني بجد حشوه، بصراحه الحشوه دي كانت حلوه جدا. الفلافل مع البصل مع الفراخ عاملين ميكس حلو جدا، ويا سلام لو شاورما لحمه بقى. طاسه كده اهوت على النار، هحط فيها شويه من الزيت واسخنها كويس جدا، وبعد كده انزل بالبصل بتاعي زي ما انتم شايفين لغايه لما يتشوح معايا. انا مش عايزاه ياخد لون، فاهمين قصدي؟ انا عايزاه يبقى ايه يعني اول ما يبدا يصفر كده خلاص كده هضيف له الفلفل بتاعي برده. وطبعا انتوا عارفين ان الفلفل تقلبتين ثلاثه كده اهوت وتحس ان هو ايه لونه بيغير كده وخلاص بيدبل. بس يا جماعه الفلفل بدا وان انا حطيته وخلاص بدا ان هو يدبل معايا كده اهوت زي ما انتوا شايفين. هقوم ضايفه له كده اهوت على طول الفراخ. والتوابل عباره عن ملح وفلفل بس. عايزه تزودي توابل من عندك مفيش اي مشكله، بس بالملح والفلفل كان طعمه حلو جدا. طعم الفراخ باينه كده مع الخضار، كان بجد في منتهى الجمال. انا الاول النار عاليه عندي، هقلب تقلبتين اشوح تشويحتين كده كويسين، وبعد كده هدي عليه النار واغطيه واسيبه كده على نار هاديه كده لغايه لما الفراخ تستوي. لازم الفراخ معاكي تبقى مستويه كده عشان ما تشدش معاكي. تمام، دي اول حشوه كده ما شاء الله اللهم بارك. عبال ما تستوي كده اهوت وتبقى زي الفل، نجيب البطاطس بتاعنا بقى كده ونبدا نقشرها ونقطعها كده ونحمرها برده. لان بصوا انا عايزه اقول لكم ان انا داخله المطبخ اصلا تقريبا قبل المغرب بساعه ونص ولا حاجه، وما شاء الله انا عامله كميه فاخدوا وقت بصراحه معايا. تمام، بس كله يعني تحت السيطره، خلصوا كلهم على المغرب ما شاء الله. زي ما انتم شايفين انا معايا كيلو ونص كده اهوت من البطاطس. هبدا ان انا اقشرهم وبعد كده ابدا ان انا اقطعهم صوابع التقطيعه بتاعتنا العاديه جدا زي ما انت شايفه كده اهوت. طاسه بقى كبيره كده على النار محترمه كده، بحيث ان هي تاخد لي الكميه دي على مرتين كده، مش هفضل ايه اعلل، فاهمين قصدي؟ زي ما انتم شايفين كده اهوت الطاسه تسخن معايا كويس قوي، وهقوم ضايفه كده اهوت البطاطس بتاعتي على طول. ماشي، ادي نص كميه البطاطس والنص التاني في الطاسه الجايه ان شاء الله. تعالوا بقى كده نشوف الجمال والحلاوه. البطاطس خلاص خلصت اهيت، هبدا ان انا اطلعها كده بحيث ان انا ايه اجهز بقى بقيه الحشوات كده عندي عشان اقف على الترابيزه مره واحده. زي ما انتم شايفين انا كده خلاص هشيل اول جزء واحط تاني جزء زي ما انتم شايفين كده اهوت. خلاص كده معايا نعمل بقى اجمل واسهل توميه ممكن تتخيليها. كوبايه ميه عليها معلقه هرميه من النشا زي ما انت شايفه كده اهوت. كتري النشا، يعني ما تكتريش عن معلقه، هي كل كوبايه ميه عليها كوبايه نشا، معلقه نشا معلش. تمام كده، اقلب كويس جدا على البارد وارفعهم على النار، وانا عايزاهم يغلوا كويس جدا على النار. مش هما ما بياخدوش وقت ولا اي حاجه، انا عايزاها تبقى كتله كده ما تقلقيش خالص، تبقى عامله زي الجيلي الشفاف كده زي ما انت شايفه كده اهوت. هسيبها على النار لغايه لما تاخد تقلبتين ثلاثه، يعني ايه دقيقه كده غليان ولا حاجه، بحيث ان طعم النشا ما يبقاش باين. خلاص استوت معايا كده وبقت زي الفل ما شاء الله. هتاكلي النهارده اجمل واسهل توميه ممكن تتخيليه. خلصتها هرفعها كده اهوت على طول من على النار، وهبدا ان انا اضيف لها بقى بقيه مكوناتها كده. هجيب بقى مطحنه الخلاط كده لان انا عامله كميه مش كبيره، هحط فيها كده اهوت فصين من التوم زي ما انتم شايفين، وهبدا احط الخليط بتاعي اللي انا عملته كده
وهضيف لهم 3 معالق من المايونيز. طب ما عندكيش مايونيز مفيش اي مشكله، حط نص كوبايه من الزبادي وعليهم 3 معالق من الخل. انا كده حطيت الخليط وحطيت المايونيز وحطيت معلقتين من الخل ماشي، وحطيت شويه ملح صغيرين خالص، وبعد كده ضربت كل ده كويس جدا. انا عايزه ضرب ناعم خالص، وتقلبيه كده في النص ولا حاجه بحيث ان انت تشوفي التوم بتاعك يعني اتفرم كله ولا لسه فيه. زي ما انت شايفه كده خلاص يا جماعه. اضربها بقى وكده بعد الضرب ده شكلها في منتهى الجمال. نضيف الملح كدهوت وهديها ضربه كمان، ولو حسيتي ان هي تقيله معاكي حطي لها بق ميه ما فيهاش اي مشكله خالص تمام. وهجيب طبقين كدهوت صغيرين. عايزه اقول لكم ان انا لما عملتها بهرت بنتي، واول ما شافت الاطباق دي اصلا ايه ده ايه ده انت عامله شويه صغيرين كده ليه، انا هاكلهم كلهم لوحدي. قلت لها كليهم بالف هنا وشفا. زي ما انتم شايفين كدهوت ما شاء الله. نزينها كده من على الوش بحاجه بسيطه خالص كده. اهم من الشغل تظبيط الشغل ماشي. زي ما انت شايفه انا كده خلاص خلصت التوميه والحشوات بتاعتي، خلاص انا خلصت البطاطس وخلصت الفراخ بتاعتي. نبدا نحشي بقى. عندك العيش السوري وعندك الرقاق الطري، بس بصراحه انا بفضل الرقاق الطري لان طعم الرقاق اصلا تحفه ماشي في منتهى الجمال. انا هقسم الواحده على 2 زي ما انتم شايفين كده اهوت. هعمل معاكم حاجات مختلفين. اولا انا هعمله نصين زي ما انتم شايفين، وهقسم برده 4/4. يعني انا معايا ربع ومعايا نص ومعايا رغيف كامل، وهقول لك ده حجمه قد ايه وده حجمه قد ايه بالظبط وايه احسن حاجه. زي ما انت شايفه كده اهوت ما شاء الله اللهم بارك. انا النهارده هشتغل في التوستر، فقلت ان انا عايزه اعمل سندوتشات صغيره كده على قد التوستر بتاعي. احط الحشوه بقى معلقه كده اهوت من الفراخ وعليها شويه بطاطس كده، وهقوم مقفله. انا كنت هنا عايزه احط التوميه بتاعتي، بس ولادي قالوا لي لا خليها من بره كده وايه واحنا هنغمسها. قلت لهم مفيش اي مشكله تمام. زي ما انتم شايفين برضو كده الحشوه طبعا المتوفره عندك، يعني ممكن تحشيها بطاطس بس كده بالكاتشب بتبقى حلوه جدا، فراخ لحمه اي حاجه. زي ما انت شايفه كده اهوت. انا الحشوات بوريها لك كل الحشوات اللي متوفره عندي انا عملتها، وباللانشونات كمان بتبقى في منتهى الجمال. لانشون وجبنه كده ميكس مع بعض يا نهار ابيض تحفه ماشي. واهم حاجه وانت بتلفيها يعني اضغطي عليها جامد. انا عملت الربع وعملت النص وعملت كمان السليم زي ما انت شايفه كده اهوت يا ست البنات. خلاص تقفليه تحكميه كويس جدا جدا زي ما انت شايفه كده اهوت. انا هشتغل في التوستر النصهم بس ما كانش عندي وقت كبير بصراحه. زي ما انت شايفه كده اهوت بدات ان انا احط السندوتشات بتاعتي، بس الحال ما كانش ايه يعني ما كانش خلاص، يعني المغرب خلاص كان تقريبا فاضل عليك كده خلاص ساعه ولا حاجه، وانا عايزه انجز نفسي تمام. هجيب طاسه كده اهوت على النار وهقوم حاطه فيها معلقه من الزيت وهشتغل الباقي في الزيت. بصي يا بنات انا مش عايزاكم تخلوه ياخد لون يعني غامق ولا حاجه، يا دوبك يحمر كده اهوت من الحروف. هقوم قلباه وبعد كده خلاص هطلعه على طول عشان العيش ما ينشفش معاكي. شويه زيت في الطاسه وهبدا انزل على طول الرقاق بتاعي او العيش السوري بتاعي التحفه ده ما شاء الله. بجد كانت اكله في منتهى الجمال. انا هوريكم الشكل في الاخر. وعايزه اقول لكم كمان في مقطع للاسف انا كنت فاكره ان هو يعني الكاميرا بتصور بس ما طلعتش بتصور ولا حاجه، اللي هو انا عملت لهم كده كام واحد من الربع اللي انا كنت مقطعاه ده شوكولاته، حشيته شوكولاته كده وحطيته في التوستر برده وطلعت لهم بعد الفطار. كان في منتهى الجمال والحلاوه بجد، يعني انا ابهرتهم ما شاء الله. هم جايين بصراحه قاعدين عندي يومين من البلد، فانا حبيت ان انا ايه يعني اعمل لهم اكله كده يكونوا بيحبوها وفي نفس الوقت ما ينسوهاش كده. زي ما انتم شايفين ما شاء الله انا كده خلصت كل الكميه. وعلى فكره ده الشوكولاته انا عملت لهم 6 وحدات كده شوكولاته بعدد ما شاء الله الولاد، يعني احنا ما شاء الله كانوا 6 وانا وجوزي كنا 8 زي ما انتم شايفين. وده السندوتشات بتاعتنا اللهم بارك. ايه رايك في الجمال والحلاوه؟ تعرفي تعدي لغايه كام؟ ولا الصوص في منتهى الجمال وفي منتهى التوفير ب 150 جنيه عملت ما شاء الله 20 واحد حادق و6 حلوين. يا نهار ابيض مفيش اجمل من كده ولا اسهل من كده. ووداعا كده لغلاء التجار وغلاء الاسعار. تعالي نقسم واحد كده اهوت كده ونشوف الجمال والحلاوه. لا بجد في منتهى الجمال. وعايزه اقول لك ان العيش طري كده وبجد حلو جدا. لو عجبتكم الوصفه واستفدت مني ولو حتى بحرف واحد ما تنسوش يا اجمل اخوات كده اشتراك يا حبايب قلبي واللايك لو الفيديو عجبكم. بجد انا عايزاكم تجربوا الوصفه لان سهله وسريعه وطعمها في حته تانية